في معطيات خطيرة جدا إخواني أخواتي بخصوص السيدة اللي كانت ضربات الشرطي المرور بالصندالة وكانت سباته ودفلت عليه. تطورت القضية أكثر وأكثر، الشيء اللي خلى هذه السيدة هذه أنها تتعرض للاعتقال، وأيضا المحاولة الفاشلة عبر الهروب حول النقطة التفتيشية الحدودية هذا. وقد تم إعطاء أوامر جديدة صادمة لعائلة هذه السيدة هذه، واللي تعطت بطبيعة الحال من طرف وكيل العام للملك من أجل متابعة هذه السيدة هذه للمرة الثانية على التوالي، اعتقالها مباشرة أمام الأسرة ديالها. ثم فشل هذه العائلة هذه اللي هي الابن والابنة والأب ديال هذه السيدة هذه أو الزوج ديال هذه السيدة هذه، اللي تقدموا للعائلة أو للأسرة ديال الشرطي بما فيهم الزوجة ديال الشرطي، وحاولوا أنهم يرغبوها وحاولوا أنهم يتوسلوا لها من أجل أنها تشوف شي حل، من أجل أنها تتنازل على الشكاية وتقنع الزوج ديالها باش يتنازل على الشكاية. لكن الإخوان الأمور وصلت لوكيل العام للملك، خاصة من بعد ما توجهت البنت والابن ديال هاد السيدة هادي للدار ديال الشرطي، ثم حاولوا أنهم يقنعوا الزوجة ديال هاد الشرطي هذا باش يكون واحد التنازل. لكن السيدة رفضت رفضا تام أنها تبادل هي وياهم الحوار في الموضوع اللي كيتعلق بالحادث، بسبب أنها ما تقدر دير معهم حتى شي حل بهذا الخصوص هذا، حيتاش الأمر وصل للنيابة العامة ووصل بدوره لوكيل العام للملك. الشيء اللي غادي يخلي الإخوان أن القضية تطور أكثر وأكثر، بالرغم من أن النيابة عطفت على هذه السيدة هذه، ووكيل العام للملك والمحكمة قررت أنها تمنحها واحد الاستفسار ثم تعطيها غرامة مالية قدرها 70,000 درهم. كيقولوا بعض المصادر بأن الغرامة المالية وصلت حتى ل 100,000 درهم ل 10 ديال المليون. أمر رجع الإخوان لعدم إهانة الشرطي المغربي مجددا مع أي واحد كيف ما كان مستقبلا. يعني تكون هذه السيدة هذه عبرة، واخا البنت ديالها خرجات وخبرات بأن امها ما بغاتهاش تكون عبرة للناس اللي جايين وما بغاتهاش تسجن بسبب هذا الفعل هذا، حيتاش الام ديالها عصبيه في الاصل، بل والاكثر من هذا الاخوان. وكنت خبرتكم من قبل على ان البنت ديالها قدمت بعض الوثائق او استعنت ببعض الوثائق اللي هما شواهد طبيه على اساس ان الام ديالها تتعاطى لبعض الادويه ديال الاعصاب وفيها مرض السكري، وهذا كله من اجل تخفيف العقوبه اللي كانت بطبيعه الحال تلقاتها هذه السيده هذه. اليوم الاخوان غادي يخرج واحد الامر اللي هو صادم، وهو شكايه جديده بهذه السيده هذه من طرف الشرطي، اللي كيقولوا بانه ولا يتلقى عده عروض تتعلق بالرشوه، اي ان هذا الابن هذا اللي هو الولد ديال السيده اللي كانت تعدات على هذا الشرطي ودفلات عليه وسباته وحيدات الصنداله وبغات تصوتوا او لا بغات تضربوا، قال لك بانه تعرض للشرطي وعرض عليه مبالغ ماليه اللي هي كبيره من اجل التنازل. ولكن هذا الشيء الاخوان ما غاديش يسلك، خصوصا بعد المحاوله الفاشله للهروب حول نقطه التفتيش الحدوديه اللي بغات تهرب منها بطبيعه الحال السيده. هنايا فاش غادي تحصل وغادي تورط، ثم غادي تزيد تورط معها حتى الابن ديالها بسبب الشكايه الجديده اللي وصلت للنيابه العامه ووصلت للمديريه العامه للامن الوطني بخصوص هذه السيده هذه، اللي قال لك بانها هي اللي صيفطات الولد ديالها وصيفطات حتى البنت ديالها باش يحاولوا انهم يغريوا العائله ديال الشرطي، حيتاش عارفينهم ماشي شي عائله اللي هما لاباس عليهم، ولكن بالفلوس يقدروا يديروا اي حاجه في المغرب. وخصوصا في 2024 ما يمكن لكمش تعاملوا بهذا التعامل هذا، وما يمكن لكمش تقدروا توصلوا داكشي اللي بغيتوا بالفلوس. علاش؟ حيتاش اليوم تنعيشوا مغرب اخر. المغرب الاخوان تطور لواحد الدرجه اللي ما كتخيلش، بل من يتحدى القانون او من يطغى على القانون غادي ياخذ الجزاء ديالو تو سامبلومون الاخوان، بلا زياده بلا نقصان. واليوم الحمد لله ولينا تنشوفوا مغرب اخر اللي ولا كيحاسب الصغير والكبير، الغني الفقير، اي واحد. وهذا الشيء راجع لصاحب الجلاله الملك محمد السادس، مشروع اللي هو جديد بحيث المغرب مقبل على مجموعه من التظاهرات. الامر ما غاديش يوقف هنا الاخوان، السيده غادي طج بقوة الفقصة اللي ولات شادها داخل السجن، وبخصوص الأمر اللي كيتعلق بالقضية ديال الخدمة ديال الوليدات ديالها، واللي كيقولوا بأن عندهم الخدمة بداية هذا الشهر هذا، وعندهم البيي ديال الطيارة الروتور بطبيعة الحال في نهاية هذا الشهر هذا. الأمر اللي خلى هذه السيدة أنها تخرج على الولاد ديالها، تخرج على راسها وتخرج على البنت ديالها اللي قدمت بزاف ديال الشواهد الطبية، واللي كتقول وكتخبر مجموعة من الجهات على أن البنت ديالها استعنت ببعض الشواهد وسمعات
من المحامي اللي موكلينه في القضيه ديال الام ديالها انهم يديروا واحد الشواهد طبيه متعدده وليست مع شي دكتور اللي هو متبعه معاه، بحيث السيده في الاصل متبعه مع واحد الدكتور اللي هو في الديار الهولنديه وليس في الديار المغربيه. بل ديك الشواهد كامله اللي داروا فهي شواهد من اجل انهم يستعنوا بالادله، لكن ومع الاسف لقاو بان الملف ديالهم خاوي، وحتى المحامي اللي وكلوه باش يدافع على القضيه ديالهم حصل في مجموعه من النقاط وخاف انه يفشل في القضيه، فاستعن بالشواهد الطبيه وخبر البنت اللي هي البنت ديالو انها تقول لهم بان عندهم حتى البيي، بل والاكثر من هذا تقدم له وثائق الاخوان اللي كتبين على ان السيده ماشي في حاله صحيه اللي هي جيده، وانما عندها توترات عصبيه ثم عندها مشاكل واضطرابات نفسيه اللي هي اللي كتخليها انها تنفعل يعني سرعان ما انفعلت. ولكن الفيديو اللي كان انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ودار ضجه وخلق الجدل عبر المنصات ديال التواصل الاجتماعي هو اللي خلى هذه القضيه انها تكبر وتزيد تتطور اكثر واكثر. اما بخصوص واحد النقطه اللي بزاف ديال الناس كيسولوا عليها وهو الامر الاخوان اللي كيقولوا واش فعلا هذه السيده هذه تقدر تحبس واحد المده اللي هي طويله. اي يا سيدي، هذه السيده هذه تعدات الخطوط الحمراء بالرغم من ان الجلسه عندها في الاول ديال شهر 9 وان البي ديال الروتور ما غاديش يعني يتم الموافقه عليها انها تغادر الديار المغاربيه حتى تاخذ الجزاء ديالها، كيف ما اي واحد كيمشي لواحد الدوله وكيرتكب واحد الجرم او لا كيرتكب واحد الفعل اللي هو خبيث فراه كيتقبط وكيتشد حتى كياخذ الجزاء ديالو او لا كيتحاسب على ذاك الفعل ديالو. عاد كتم الدوله او لا كتخرج الدوله وكتقول بان السيد راه خدا العقوبه السجنيه ديالو وكيسمحوا له انه ديك الساعات الا بغى يخرج من ديك الديار ديال ديك الدوله. اليوم الاخوان بزاف ديال الناس يسولوا هاد السيده هذه زعما واش ما كاينش شي طريقه اخرى اللي غادي تمكنها انها تخرج يعني سالمه من هذه القضيه هذه، الا خاصها تاخذ العقوبه الحبسيه ديالها او لا الغراميه الماليه ديالها، ثم الجلسه من طرف قاضي التحقيق هو اللي غادي بطبيعه الحال يحدد هاد السيده هذه واش غادي تعطي غرامه ماليه مضوبله على الغرامه الاستئنافيه او لا غادي تكون واحد العقوبه سجنيه كعبره للاشخاص اللي باغيين يقوموا بمثل هذا الفعل مستقبلا. هذه من جهه. اما بخصوص الموضوع اللي داير ضجه على وسائل التواصل الاجتماعي واللي بزاف ديال الناس يسولوا بخصوص المغنيه دنيا باطمه، واش فعلا هذه السيده هذه قال لك لقاو عندها شي مخدر داخل الجناح. احدى السجينات واللي تطلق غير الصراحه ديالها غير البارح كتخبر بانه فعلا كانوا لقاو عند السيده شي حاجه من هذه المخدرات هذه، ولكن يقولوا السجينات اللي هما معاها في نفس الجناح على انه داك الشيء ماشي ديالها وانما شي وحده في البنات هي اللي حطته لها تماياك. هذا الشيء داخل من على برا الاخوان. شكون اللي مدخلوا؟ الشيء اللي خلى اسئله او عده اسئله تطرح ثم يتقام واحد الرينيو بين الموظفات ديال السجن خاصه موظفات السجن جناح جيم مع رئيسه المؤسسه السجنيه والضابطه القضائيه رفقه بعض الاشخاص اللي هما مسؤولين على سجن لودايا بمدينه مراكش ويتحسموا في القضيه اللي كتعلق بهذا الامر هذا. السبب راجع الاخوان قال لك شي وحده من الموظفات هي اللي كانت السبب وخدات رشوه او لا خدات فلوس اللي هما صحاح، وهذا ما دفع ان هذا الشيء هذا يدخل للغرفه السجنيه. لحد الان مازال التحقيق جاري بخصوص هذا الامر هذا، ولحد الان مازال الضابطه كتحقق في القضيه اللي كتعلق بهذا الامر هذا. فكالعاده الاخوان ما تبخلوش علينا باللايك ديالكم، ما تبخلوش علينا بالتعاليق ديالكم، خليوا لنا الآراء ديالكم والملاحظات. حتى لا اطيل استودعكم الله.